بلد أول شهيد لهذه الثورة العظيمة، ثورة الحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة والإنسانية. اسمحوا لي قبل أن أبدأ كلمتي أن نقف تحية تحمل كل جديد وتعبر عن رأي الشارع السويسي وطموحاته وأماله وآلامه. وأخيرا فإنني أعاهدكم وأعاهد شعب السويس كله ووفاء لدم الشهداء والتزاما بقيم ثورة 25 يناير العظيمة أن أسعى بمشاركة شعب السويس في التنمية الشاملة للسويس وخدمة مواطنيها وحل مشاكلها ووضع هذه المحافظة في المستوى الذي تستحقه في التنمية والتقدم والازدهار. تحية وتقدير للسيد الدكتور عشان شرف رئيس الوزراء القادم من ميدان التحرير. والتحية والتقدير لقواتنا المسلحة التي حمت ثورة الشعب بقيادة السيد المشير السلطان القائد العام للقوات المسلحة. وعاشت مصر حرة أبية بعقول وسواعد أبنائها المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمكم جميعا وباسم شعب السويس كله بالسيد الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس رئيس وزراء مصر الأسبق. كما اسمحوا لي أن أحيي أيضا من كان راعيا ومشاركا المحاور الخمسة المقدمة في ورقة الحوار الوطني. وللحقيقة والتاريخ أن المشاركين في هذا الإطار يجب أن نؤكد أمام حضراتكم على بعض الحقائق الأساسية التي أحاطت بمؤتمر الحوار الوطني بالسويس. الحقيقة الأولى أن واحدة من أهم أسباب نجاح هذا المؤتمر بالسويس هو الدعم الذي قدمه السيد اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس، والذي كان حريصا على نجاح مؤتمر الحوار الوطني وقدم كل الجهود وظل على مدى الأستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري على أن تشكل لجنة من رجال القانون والقضاء لصياغة مواد الدستور ثم طرحه على الشعب للاستفتاء، مع الوضع في الاعتبار أن هناك مبادئ حاكمة لصياغة الدستور تضع في اعتبارها قواعد فوق الدستور نفسه، وهي حقوق المواطنة والمساواة واحترام الحريات العامة والفردية. 2. تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام كامل تستطيع من خلاله الأحزاب السيرة الحسنة وتسامح الخطأ. ثانيا، حق واجب وشكر وتقدير السيد اللواء وزير محافظ السويس على ما بذله من جهد ومجهود مع لجنة الحوار على كافة أشكالها وأطيافها، وشكر واجب لجميع الذين شاركوا في لجنة الحوار الوطني حتى تنعكس عليها كافة السياسات في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشرف اليوم أن ألقي بين يدي حضراتكم التوصيات الخاصة بالثقافة وحوار الأديان والإعلام. توصيات في مجال الثقافة. أولاً، إعداد رؤية في إطار التنمية والعلمية وتبني المواهب الشابة. توصيات في مجال الإعلام. أولاً، الاهتمام بالدور التنموي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل السادة الحضور. المحور الثالث من أهم المحاور لأنه يتناول التنمية الاقتصادية والمالية. فنظرا لضيق الوقت احنا هنعرض على حضراتكم المحاور الأساسية اللي احنا اتعاملنا معاها الفترة السابقة. 4
وتقدير لشباب ثورة 25 يناير الذين أصبح على رأس القضايا التي يهتم بها المسؤولون على مستوى الدولة. ثم العدل بعد أن تكشفت مناحي الظلم التي عاش فيها هذا الشعب. حقيقة هي بدأت ثورة شباب، ولكن الأهم أن نلتف حول هؤلاء الشباب شعب واعي، وأقول أيضا بعض الجبهات السياسية التي سياسات، لأن الناس عاوزة تعرف إحنا رايحين فين، وبرنامج تنفيذي يتابع ويقيم أولا بأول. وهو ده اللي احنا عاوزين نطلع من الحوار يبقى في خطة وسياسات واضحة ومعلنة. الشعب هو الذي شارك في إعدادها، يعني ما بتتعملش من فوق، بتتعمل من القواعد الشعبية، لأنه إحنا لابد أن نتوافق مع متطلبات هذا الشعب. ما اقدرش أقول متطلبات مدينة السويس زي أسيوط أو زي قنا أو زي القاهرة، كل محافظة لها طبيعتها، ومن هنا كان التركيز على أن يكون الحوار ليس مركزيا فقط ولكن أيضا إقليميا وجغرافيا. المرحلة اللي احنا بنمر فيها، خلينا نبقى صرحاء معاكم، يمكن هي اللي دعت إلى إن احنا ناخد أفكار الناس. الحوار مش مكلمة، والحوار ليست بحوث علمية، لأن البحوث العلمية، وأنا راجل جامعي ولسه كنت بقول الكلام ده امبارح في أحد الكليات اللي أنا عضو مجلس إدارة فيها، وكان قدامي حوالي 30-40 مصر الحديثة. أشكركم وسلام عليكم. مفيش خوف، مفيش عقاب، مفيش واحد هيتنقل من هنا، مفيش واحد هيتحبس، كل واحد بيقول رأيه، ونحن نسجل كل هذه الآراء حتى نستخلص منها قدر من التوافق الوطني لمصر الحضارة.